بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم الله أينما وحيثما كنتم. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نسعد وإياكم بصحبة صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم. حياكم الله مع الشيخ عبد الله. حياكم الله. حيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، سعداء بوجودك معنا، نسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء جميعا إن شاء الله. نحييكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر موقع الجواب الكافي، وكذلك صفحة الجواب الكافي على الفيسبوك، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. نرحب بما لديكم من أسئلة واستفسارات، والتي بدورنا نعرضها على ضيفنا الكريم ويجيب عنها عبر هذه الحلقة. معالي الشيخ، في بداية هذه الحلقة بعد الترحيب بكم مرة أخرى، كثير من الأسئلة التي وردت إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسأل عن الجمع بين صيام الست من شوال، وكذلك صيام الاثنين والخميس، وكذلك صيام أيام البيض في هذا الشهر، شهر شوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من علامة قبول العمل أن يواصل الإنسان ذلك العمل، فلعل مواصلة الصيام بعد رمضان يكون إن شاء الله دليلا على أن الله عز وجل تقبل صيام ذلك الشخص الصائم، ومن ثم فإنه يحسن بالإنسان أن يستمر على ما هو عليه في رمضان، بل أن يكون بعد رمضان خيرا منه حتى في رمضان. ولا شك أن مواصلة الصيام أمر مطلوب، بالذات بالنسبة لما ورد النص عليه كصيام 6 أيام من شهر شوال، وصيام الاثنين والخميس وأيام البيض. ويندب المبادرة إلى صيام 6 من شوال لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فالإتباع يعني المسارعة في الصيام. لكن لو أن إنسانا أراد أن يصوم الاثنين والخميس لأنه اعتاد أن يصومهما، ويكون ذلك بنية صيام 6 من شوال ونية صيام الاثنين والخميس، نرجو أن يحصل له ما نواه. لكن المتابعة فيما بين ال6 هو الأولى. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. من كان لديه قضاء معالي الشيخ، هل يقدم القضاء أو يصوم ال6 ثم بعد ذلك يلحق القضاء به خلال العام، أشهر العام؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه يتعين تقديم القضاء على ال6 لقوله عز وجل: من صام رمضان. وقالوا إن من عليه قضاء فلا يصدق عليه أنه قد صام رمضان. ومع أن هذا القول له وجه، إلا أن الأمور ينظر إليها على حسب حال الإنسان. فإذا كانت ظروف الإنسان تمكنه من القضاء ثم من صيام ال6 فلا شك أن هذا هو الأولى، وفيه خروج من خلاف العلماء. لكن إذا كانت ظروف الإنسان لا تمكنه، إما أن القضاء عليه أيام ليست بالقليلة، وصيام ال6 معها يكون فيه صعوبة، لأنه أيضا يتخلل هذا الشهر، وبخاصة بالنسبة للأخوات أيام العادة الشهرية. فأرجو أن تقديم ال6 في هذه الحالة
له وجه، وبخاصة أنه قد أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء رمضان، تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. والمظنون أنها رضي الله عنها تصوم الست، ومن ثم فالأولى لا شك هو تقديم القضاء، لكن من شق عليه ذلك ولم يتمكن من تقديم القضاء وصيام الست في شهر شوال فأرجو أنه إذا قدم الست يكون ذلك إن شاء الله واقعا موقعه، لكن يحاول جهده أن يصوم ما يستطيع من القضاء بحيث لا يبقى إلا الوقت الذي لا يكفي إلا للصيام الست. نعم، بارك الله فيكم معنا الشيخ. استأذنك واستأذن الأخوة والأخوات في مجموعة من المتصلين. الأخت نورة من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي نورة. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ تفضلي يا نورة. هي الصوت غير واضح عندي هنا في الاستوديو، لعل الزملاء يعالجون نعم. هل تعيد المرأة صلاتها إذا خرجت قدميها في الصلاة؟ أختي نورة تعيدين السؤال إذا تكرمتي. هل تعيد المرأة صلاتها إذا خرجت قدميها في الصلاة؟ الصوت غير واضح وغير مسموع عندي للأسف. نعم. هل تعيد المرأة صلاتها إذا خرجت قدميها في الصلاة؟ هل تعيد المرأة صلاتها إذا خرجت قدميها؟ طيب، قدماها من في الصلاة. طيب، السؤال الآخر. هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ طيب، شكرا. شكرا يا أختي الكريمة. أبو ملك من السعودية، تفضل أبو ملاك. أبو ملاك السلام عليكم. يا أبا ملاك. السلام عليكم. أبو ملاك معنا؟ أبو ملاك. الأخ يوسف. الأخ يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ أحمد. تفضل، أهلا وسهلا بك. كيف حالك شيخ عبد الله؟ طيب خير بفضل الله. الحمد لله. يا شيخ أنا بس حبيت أتصل أقول لك فيه رسالة أو فتوى نشرت للشيخ محمد العريفي، يقول بأن الشيخ بن باز رحمه الله قال أن كل من يفوت صلاة الظهر والعصر في رمضان لأجل نوم أو غيره يعتبر صيامه باطلا، فهل هذا صحيح؟ وهل هي فعلا نشرت الشيخ محمد العريفي وعن الشيخ بن باز؟ طيب، جزاكم الله خير. بارك الله فيك أخي يوسف. أسيل معي، السلام عليكم. أسيل من السعودية، تفضلي. أسيل السلام عليكم. وضحى السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا وضحى. عندي 4 أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا آخر يوم في رمضان تأخر علي العذر مرة، فاضطريت إني ونزل معي شيء كنا يعني يميل للبياض ويعني يميل شوي للبياض. نعم. فاغتسلت وصليت. لما كان قبل الفجر نزلت لي زي الخيوط كذا تميل للسواد أو البني. طيب. اغتسلت مرة ثانية بس إني ما صليت. ولما صلت نزل معي بعد صلاة العشاء القصة البيضاء واضحة، يعني يقول وش الصلاة اللي أقضيها والصيام هذا لعيدها ولا؟ طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندنا راعي غنم. نعم. أعطاني أبوي 3 بطاقات سوا، قال ارسليها له. فلما أرسلتها له قال ما جاني شيء. قالت لي أمي خلاص ارسلي له بطاقة 50 ريال وخلي 20 هذه عيدية. رحت أنا أعطيت أمي 30، قلت هذه 30 حق اللي أنا بعطيه، يعني أنا مسؤولة أنا بعطيه، وال20 هذه خلاص خليها عيدية من عندي. يعني هل أرجع لأمي 20 كاملة ولا؟ بلغتي أمك أنك احتفظت بال20؟ أنا قالت لها، قالت لي خلاص 50 خلاص خليها كلها عيدية. قلت لا أنا بعطيك، أنا مسؤولة عن 30. طيب. بعطيك 30 وال20 خليها عيدية من عندك. طيب. السؤال الثالث، يعني أبوي يعني يزعل مرة إذا قلنا بنحج أو نعتمر، يعني إيش حكم إذا أنا حجيت واعتمرت أنا وأخواتي بدون إذن أبوي؟
يعني أنتم ما حجيتوا ولا اعتمرتوا حتى الآن، لكن إذا يعني طلبتم من والدكم الحج والعمرة يغضب عليكم؟ يعني يزعل كذا. طيب قادر والدكم؟ السؤال الأخير. يا أختي وضحى، قادر والدكم؟ نعم. قادر مستطيع؟ أبوي قادر بس أبوي حتى ما يعطينا. طيب. إلا اللي نجمع بأنفسنا. طيب السؤال الرابع. السؤال الرابع، ايش حكم انا اختي الصغيره يعني احمل لها العاب، لكن انا انتبه لها اشوف يعني حتى فيها موسيقى لكن يكتم لها، يعني احمل لها الالعاب النظيفه، يعني ايش حكم هذا الشيء؟ طيب شكرا لك. شكرا. نوف. اختي نوف، السلام عليكم. أسيل تفضلي. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل الله يحييك يا أختي. شيخ الله يعافيك، بسألك عن كحل السائل خارج العين، هل يبطل الوضوء؟ ماذا؟ الكحل السائل خارج العين هل يبطل الوضوء؟ طيب. السؤال الثاني، إذا أنا صليت ومر من قدامي أحد أعيد صلاتي؟ إذا صليت ومر أمامك أحد؟ أعيد الصلاة يعني يصحح ولا أكمل عادي؟ نعم. شكرا للأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة نورة، يعني يقول هل تعيد المرأة صلاتها إذا ظهر شيء من قدمها أو ظهرت قدمها في الصلاة؟ تغطية القدمين في الصلاة هل هو واجب أو ليس بواجب؟ هذه مسألة خلافية، والأظهر والله أعلم هو القول بعدم الوجوب، وإن كان الاحتياط أن تغطي المرأة قدميها وتحرص على ذلك كل الحرص. وبناء على هذا فالذي يظهر لنا والله أعلم أنها لو خرجت قدماها في الصلاة فإن صلاتها صحيحة ولا تلزمها الإعادة. نعم بارك الله فيكم. هل النظر إلى الكعبة عبادة مع الشيء؟ يقول بعض العلماء إنه عبادة، وعلى أي حال فهذا أمره سهل. الإنسان إذا أحسن النية وقصد بذلك التفكر في هذا المخلوق الذي أمر الله عز وجل بالطواف به وجعل الطواف به وحجه ركنا من أركان الإسلام، فهذا فيه خير كثير، لكن القطع بأنه عبادة محل نظر، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى نصوص، لأن هذه لا يقال فيها بمجرد الرأي. بارك الله فيكم مع الشيخ. من أسئلة المنتدى الجواب الكافي هنا سؤال من الأخت سعاد تقول أموال وأراضي للورثة لم تقسم بينهم بعد، هل تجب فيها الزكاة؟ هو ينبغي أن يبادر إلى قسمة التركة حتى يصل كل إنسان إلى نصيبه، لأن بعض الورثة أحيانا لا يبالي بالقسمة، إما لأنه غير محتاج أو لأنه يريد أن يستحوذ على ريعها ويستغله دون شركائه، فيحسن أن يبادر إلى قسمة التركة. نعم. ثم إن التركة من حيث الزكاة وهو الأمر المسؤول عنه، إن كانت نقودا فإن النقود تجب فيها الزكاة، وذلك إذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة نصابا، فإن الزكاة تكون واجبة إذا ضم إلى ما عند الإنسان، لأنه أحيانا قد لا يبلغ نصابا بوحده ولكن يبلغ نصابا إذا ضم إلى ما عنده. لكن لو قدر أنه يحاول الحصول عليه ولم يتمكن لأن بقية الورثة منعوه من ذلك، فلا يظهر وجوب الزكاة في هذه الحالة، لأنه مال غير مقدور عليه. نعم بارك الله فيكم مع الشيخ. هنا رسالة من الأخ أبو عصام العسكر يقول شيخنا بارك الله فيكم، لدينا في الأحياء القديمة أوقاف معطلة منذ عشرات السنين، مات الموقف ومات كذلك وكيل الوقف، فما العمل؟ وبعض هذه الأوقاف مشاعة. هذه الأوقاف يتعين إحياؤها ومحاولة استغلالها ليصرف ريعها فيما حدده الواقف، والمسؤولية إذا لم يكن هناك موصى إليه وليس وكيل، لأن الموقف لا يوكل بعد موته، وإنما
يجعل وصيا أو ما يسمى بالنسبة للوقف ناظرا. نعم. لأن الوصي أحيانا يطلق على من يكون مسؤولا عن القاصرين من الورثة، فالمسؤولية مسؤولية الناظر، فإذا لم يكن هناك ناظر فليرفع ذلك إلى قاضي البلد أو إلى الجهة المناطة بها هذا الأمر، لأن في بعض البلاد يناط ذلك بجهة قد تسمى بإدارة الأوقاف، فحينئذ تكون هي الجهة المختصة وعليها أن تستثمر هذه الأوقاف. لكن هناك أحيانا أوقاف لو تستثمر لا تعود بريع يذكر، والإنفاق عليها سيكون أكلف من استغلالها، بل ربما لا يوجد ما يمكن أن ينفق بها عليه، لأن الورثة ليسوا ملزومين أن يدفعوا من أموالهم لعمارة وقف مورثهم، وإن كان هذا من الأمور المطلوبة، لكنهم ليسوا مجبرين على ذلك. فلو فرضنا أن هذا الوقف عمارته لا تأتي بنتيجة فإنه يباع إذا تيسر بيعه، لأن هذا يكون من الأوقاف التي تعطلت منافعها. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في سؤال الأخ يوسف يقول هناك أشار فضيلة الشيخ محمد العريفي إلى فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن من يفوت صلاة الظهر والعصر وهو صائم في نهار رمضان فصيامه باطل، صحة هذه؟ أنا لا أعرف هذه الفتوى. نعم. ومن يفوت من يفوت صلاة الظهر وصلاة العصر بسبب النوم فلا يبطل صيامه، لكن إن كان متعمدا ترك الصلاة، تأخير صلاة الظهر وتأخير صلاة العصر عن أوقاتهما، فإنه على خطر كبير. أما القول ببطلان صيامه فلا نعلمه قولا لأحد العلماء. لعل الشيخ عبد العزيز إذا كان قد صح ما نقل عنه لعله نظر إلى أن من تعمد ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها فإنه محكوم بكفره، وعندئذ لا يصح صومه، وهذا قول لبعض العلماء. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة وضحى تقول بأن لديهم راعي أغنام وأعطتها يعني أعطيت أو كلفت بأن توصل له بطاقات شحن هاتف ب20 ريال، لكنها أرسلتها وادعى العامل أنها لم تصل إليه، ثم أعطيت بطاقة أخرى بمبلغ أعلى 50 ريال فلم توصل له إلا 20 ريال أو 30 ريال قيمة البطاقات السابقة. هل عليها شيء في؟ أولا على الإنسان إذا كلف بشيء أن يقوم به على الوجه الأكمل، لأنه يكون مؤتمن في هذا، ولربما أن ما قاله هذا الراعي صحيح وأن البطاقة الأولى لم تصل إليه، ومن ثم فالذي أرى أن ترسل له الأخت بقية 50 لأنها لا تعلم يقينا أن ذلك قد وصل إليه. نعم، بارك الله فيكم مع الشيخ. تقول بأن والدها يغضب حينما نطلب منه أن يقوم بالحج بحجهم وعمرتهم وهو قادر على ذلك، وبأنه لا ينفق عليهم كما ذكرت. أولا هذا لا شك أنه من الأمور المستغربة، ووجه كلامي للأب ولمن هو على شاكلته أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بواجبهم، وبخاصة في مسألة الإنفاق، وأن يتقوا الله عز وجل في من تحت أيديهم. أما مسألة هل يجب على الأب أو على غيره من الأولياء كالزوج أو غيره دفع نفقة الحج، فلا شك أن هذا غير واجب عليه، لكنه من مكارم الأخلاق ومن حسن العشرة أن يقوم الأب بتمكين من تحت ولايته من البنين والبنات من أداء العمرة والحج، ومثل ذلك الزوج. وليس من المعروف ولا من العشرة بالمعروف أن يكون الأب قادرا أو يكون الزوج قادرا على تحجيج من تحت يده، تحجيج الأب لأولاده وبناته والزوج لزوجته ثم يمتنع عن ذلك، بل المطلوب من هؤلاء أن يكونوا عونا لمن تحت أيديهم في أداء هذا الركن وأن يحثوهم عليه. ولا شك
أن الأب إذا قام بتهيئة نفقة الحج لأولاده من البنين والبنات ومثل ذلك الأخ الأكبر أو الزوج أو القريب، إذا قام بذلك فإن له أجر على هذا العمل الذي يقوم به، لأنه مساهم في عمل خير. وأقول للأخت السائلة اصبري واحتسبي واسأل الله لوالدك الهداية، وكرري الأمر عليه مرة وأخرى. وأحث الأزواج بصفة خاصة أن يمكنوا زوجاتهم من الحج، ولا سيما حينما تكون الزوجة غير مثقلة بالأعباء، لأنها إما لم تنجب أو لأنها أنجبت عددا قليلا من الأولاد وصحتها الآن تمكنها. فعلى هؤلاء الأزواج أن يحتسبوا ذلك عند الله عز وجل، وأن يعتبروا ذلك من حسن العشرة ومن المعاملة الطيبة، فيهيئوا لزوجاتهم أسباب الحج ويحجوا معهم إن قدروا على ذلك. أحسن الله إليكم. مع الشيخ استأذنكم في أن أتلقى هذا الاتصال. الأخ أبو عبد المعز من الجزائر. السلام عليكم يا أبا عبد المعز. السلام عليكم، تفضل أبو عبد المعز. السلام عليكم أبو عبد المعز. عبد الله معنا؟ عبد الله معنا؟ السلام عليكم عبد الله. أخي عبد الله معنا متصل؟ أستاذ الفاضل فهد معي. السلام عليكم أخي فهد. السلام عليكم. طيب أرجو يعني معالجة هذا الوضع. وأعود لكم مع الشيخ. وسؤال الأخ الكريمة والأخت الكريمة واضحة بأنها تحمل ألعاب نظيفة لأختها، وهذه الألعاب قد تكون أحيانا تشتمل على الموسيقى، فهل في ذلك بأس؟ ذكرت بأن أختها طفلة صغيرة. تحرص على إزالة المقطع الذي فيه موسيقى، وإذا لم تمكن إزالته فليقصر على الصوت حتى لا تتربى هذه الطفلة على حب الموسيقى، فمن شب على شيء شاب عليه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ المساعد المستور، يقول حكم الإيجار، شراء السيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وهل هناك فرق بين هذه العقود التي يعني في الشركات وتذيل أو يعنون لها بإيجار منتهي بالتمليك؟ أولا مسألة الإيجار بالتمليك هي مسألة وقع الخلاف فيها، فأجازتها بعض المجامع بالأغلبية كما هو الشان في المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنعتها بعض المجامع كهيئة كبار العلماء بالأغلبية. فالمسألة محل اجتهاد، ويبدو أن التجويز والمنع مرده إلى الشروط التي تتضمنها هذه العقود، فأحيانا تتضمن عقود بيع مع أنها عقد إجارة، وبناء على ذلك فلا يحكم على جميع العقود حكما واحدا، وإنما يحكم على كل عقد على حسب ما تضمنه من الشروط. ومن ثم فإنه يحسن بالسائل وبغيره إذا أرادوا أن يشتروا على هذا النظام أن ينظروا إلى عقد الشركة التي سيتعاملون معها، فإن كان هذا العقد قد عرض على طالب علم معتبر في علمه وورعه وأقره، فإنهم يأخذون بناء على إقرار ذلك العالم. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. استاذنكم واستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. بارك الله فيكم. استاذنك في أن أتلقى هذا الاتصال الأخ فهد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي فهد. هلا أستاذ أحمد، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير صحة وسلامة. الله يسلمك. والله عندي سؤالين ودي أطرحها على الشيخ.
تفضل السؤال حياك الأول. الله وبياك. الله يسلمك. والله السؤال الأول حكم وضع طرف الغترة والعمامة على الأرض أثناء السجود. نعم. إما يكون سبب مشكلة في الفراش أو رائحة أو عنده حساسية في الأنف وكذا. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، ظهر حديثا في الأيام الأخيرة هذه بعد رمضان تشكيك في مشروعية صيام 6 من شوال، خاصة من بعض الفئات المعروفة بإحياء البدع وقتل وائد السنن. ودي أن تكون كلمة توجيهية من الشيخ حول هذا الموضوع، لأن انتشر بين فئات من الناس كثيرة حول التشكيك في صيام هذه الأيام. نعم. الله يجزاك خير. شكرا. شكرا أخي فهد، بارك الله فيك. سليمان معي، السلام عليكم. نعم. تفضل يا أخي سليمان. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي. الله يعافيك. أخوي عندي سؤالين بس فضيلة يا دكتور. تفضل يا أخي الكريم. الله يعافيك. الأول أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر الراجح في مسألة نجاسة المسكر. نعم. أي نعم. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ذكر بأنه إقامة بيوت العزاء هي بدعة، فأرجو توضيح هذا الشيء من فضيلة الشيخ. إقامة بيوت العزاء. نعم. أي نعم. طيب. جزاك الله. شكرا سليمان. السلام. أبو عبد المعز من الجزائر، السلام عليكم. تفضل يا أبو عبد المعز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله أخونا أحمد. الله يحييك يا أخي الكريم. حياك الله الشيخ عبد الله. حياكم الله وبياكم. الله يشهد في الله إني أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم، تفضل. أخونا أحمد، عندي سؤال. أبناء رجل الشيخ نسي زكاة الفطر هو وزوجته وأبنائه، ما حكم الله؟ السؤال غير واضح، ممكن تعيد يا أبو عبد المعز؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر. أيوة. نسي زكاة الفطر. زكاة الفطر ما بها؟ نسي زكاة الفطر. نسي أن يخرجها. نعم. نسي أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن أولاده، أليس كذلك؟ نعم. طيب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، شكرا جزيلا لك. محمد معي، السلام عليكم. محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم جميعا. سؤال يعطيكم العافية، سؤالان لو سمحتوا لي. تفضل يا أخي. السؤال الأول، هناك أمر يدور في بالي منذ عدة سنوات، وأرى كثيرا من الناس ينظرون إليه ولا يتكلمون فيه، ولا سيما في شهر رمضان، حيث تقوم كثير من محلات المطاعم والوجبات السريعة والمخابز بعمل ما يسمى رقائق السمبوسة، بعمل ما يسمى برقائق السمبوسة. نعم. وهذا أمام عامة الناس. المشكلة أن هذه الرقائق يذهب فيها ما يقارب 50 أو 60% من الدقيق يذهب تحت الأقدام ويرمى ولا يستفاد منه أبدا. فما حكم ذلك، وما هو دور العلماء في توعية الناس في هذا الأمر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو حكم الراتب التقاعدي؟ ما هو حكم الراتب التقاعدي؟ كيف حكم الراتب التقاعدي؟ ما الإشكال في ذلك؟ هو يخصم من راتب الموظف سواء كان حكوميا أو في نعم، يخصم منه نسبة معينة، ثم بعد ذلك يصرف له رواتب أعلى مما خصم منه. طيب فهم. شكرا لك، شكرا للأخوة والأخوات. وأعد لكم معالي الشيخ وسؤال الأخ الكريم. هنا في فهد يقول حكم وضع طرف الغترة أو الشماغ للصلاة عليه في المسجد بسبب إما رائحة السجاد أو كذلك مشاكل صحية يعانيها المصلي. يكره جمع من العلماء أن يصلي الإنسان على ما هو متصل به، سواء كان ذلك بالنسبة للغترة أو الشماغ أو طرف الثوب أو طرف المشلح. ولكن إذا دعت إليه حاجة فوضعه إما لشدة حرارة الأرض أو لوجود بعض الروائح في المكيت أو الغبار أو شيئا من هذا، فليس فيه بأس إن شاء الله. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤاله الآخر يقول بأنه ظهر في الآونة الأخيرة وفي هذا الشهر بعض الكتاب وبعض من يشكك بمشروعية صيام 6 من شهر شوال. من المعلوم
أن صيام الست من شوال هو أمر مسنون عند جماهير العلماء. صحيح أنه قد خالف في ذلك الإمام مالك فلم يره لأن الحديث لم يصل إليه، ولكن ما دام أن الحديث قد ثبت عند غيره وما دام أن جماهير العلماء قد أخذوا به وطبقوه فأصبح ذلك متوارثا في هذه الأمة خلفا عن سلف، فلا يحسن التشكيك في مثل هذه الأمور. وقضية إذا وجدنا قولا لأحد العلماء اجتهد فقال به أن نحاول أن ننفخ في هذا القول وأن نشكك الناس في ما ساروا عليه. أخشى أن يكون الذين يكتبون لهم مآرب سيئة، لأنهم يريدون أن يشككوا في هذه الأمور التي تكاد عند الناس من المسلمات، لينطلقوا بعد ذلك إلى التشكيك فيما فوقها من الثوابت، فتكون هذه خطوات للتشكيك. وبخاصة أن هؤلاء الذين يكتبون عن هذا الأمر وغيره ما عرف أنهم يبحثون عن السنة ويحاولون أن يدفعوا الناس للتمسك بما أمر الله به وأمر به رسوله، وإنما الذي عهد عنهم أنهم يكتبون كتابات يشم منها نوع من الرغبة في إضعاف معتقدات الناس وإخراجهم عن ثوابت دينهم تدريجيا، فهؤلاء هم محل شك. صحيح. ولذلك ينبغي أن يحذر من هؤلاء، وأن يعلم أنهم لا ينطلقون من منطلقات علمية صحيحة، وإنما هدفهم التشكيك ليس إلا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ الكريم سليمان يقول: الرأي الراجح في نجاسة المسكر مع الشيخ؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها، هل الخمر نجسة وهل يلزم من التحريم النجاسة؟ والأظهر من قولي العلماء أن الخمر ليست بنجسة، ومن ثم لا يلزم من تحريمها نجاستها. وكون الله عز وجل قد وصفها بأنها رجس لا يعني ذلك النجس، لأن الله وصف الأنصاب والأزلام بأنها رجس: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ومن المعلوم أن الأنصاب والأزلام لا يمكن توصف بأنها نجسة، فالمراد شدة تحريم. ومما يؤكد ذلك أن الخمر لما حرمت أراقها الصحابة رضي الله عنهم في طرقات المدينة، مع أنه قد نهي عن التخلي في الطرقات، نهي عن تنجيس الطرقات. فلو أنها نجسة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل ولأمر بغسل الأماكن التي صبت فيها حتى لا ينجس ذلك أقدام الناس وثيابهم. من المعلوم أن ما يصب في الطرقات سوف يعلق بأقدام الناس، وبخاصة حينما تأتي السيول والأمطار فإنه سيختلط بالتراب وبالماء وسيعلق بأقدامهم وبثيابهم. فلو كانت نجسة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بتطهير الأماكن التي أريقت فيها تلك الخمور. بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال الآخر يسأل عن إقامة البيوت أو استقبال الناس للعزاء، ووضع يعني نظام معين أو طريقة أو بروتوكول معين لهذا الاستقبال. هو أشار إلى رأي الشيخ محمد بن عثيمين في هذا. نعم. والشيخ محمد رحمه الله تعالى عالم لا يشق له غبار، وهو من أعلام هذه البلاد، ولكن كل يؤخذ من رأيه ويترك، الكمال لله عز وجل. ولا شك أن الأولى عدم إقامة العزاء، لكن الناس تواضعوا على ذلك، وخاصة في المدن الكبيرة لو لم يجلسوا لما استطاع الناس تعزيتهم والوصول
إليهم، ومن ثم لا يظهر لي تحريم ذلك أو أنه بدعة. نعم، ينقل عن عبد الله بن شقيق وهو من كبار التابعين أنه قال: كنا نعد الاجتماع للعزاء وصناعة الطعام لأهل الميت من النياحة، وهذا اجتهاد منه، لكن ظروف الناس اليوم ربما تطلبت أن يجلسوا لاستقبال المعزين، فأرى أن ذلك لا بأس به، لكن ابتدأ الناس يبالغون في ذلك. صحيح. وضع الكراسي، وفي بعض البلاد وضع الخيم والسرادقات والاتيان بالمقرئين إلى آخره. لا شك أن هذا من البدع. لا أقول إن وضع الكراسي الآن بدعة، لكن أخشى أن يتطور فيصل إلى ذلك. أقول لا حاجة إلى وضع الكراسي وفرش مقدمات البيوت، وإنما يأتي المعزي ويعزي الموجودين في مجالسهم ثم ينصرف، ولا حاجة إلى مثل هذا. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول معالي الشيخ: هل تكفي التوبة من الغيبة؟ وهل يكفي كذلك يكتفى بالدعاء للمغتاب وعند ذلك يكفر الإنسان دون إبلاغه بغيبته؟ الغيبة لا شك أنها من الكبائر، والله عز وجل يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلا شك أن الغيبة من الكبائر، والمؤسف أن الناس استمرؤوها، فلا تكاد تجد مجلسا من المجالس للكبار أو الصغار، للرجال أو النساء، إلا والغيبة منتشرة فيه. فلا شك أن هذا الأمر مما يؤسف له، وينبغي أن يحرص كل الحرص على محاربته والقضاء عليه. وإذا اغتاب الإنسان غيره فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يعلم ذلك الذي اغتيب بهذه الغيبة، وعندئذ على المغتاب أن يطلب منه الصفح ويتحلله، فيقول: سامحني ما دام أنه قد بلغه، وعندئذ إذا سامحه فيزول إن شاء الله الإثم المترتب على ذلك. إذا لم يبلغه هذا الأمر فإنه لا يحسن بالإنسان إعلامه، لأنك لو أعلمت من اغتبته لأدخلت عليه الضيق والحزن، وزدته هما على ما هو فيه، وعندئذ عليك أن تثني عليه في نفس المجتمع الذي اغتبته فيه، حتى تغير الصورة السيئة التي أخذت عنه عند أولئك الأشخاص الذين اغتبته عندهم. وإذا لم تتمكن من هذا لسبب أو لآخر فإنك تكثر من الدعاء لذلك الشخص ومن الثناء عليه، ولعل ذلك يكون مكفرا لما وقع منك. بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال الأخ أبو عبد المعز من الجزائر يقول: زكاة الفطر، إذا نسي الإنسان زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده ماذا يجب عليه؟ إذا نسيها فليخرجها وليسأل الله المغفرة، ولو كان ذلك متأخرا، ويكون ذلك ضربا من أضرب القضاء. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. ليست من العبادات التي يفوت محلها معالي الشيخ؟ لا يظهر هذا، لأنه عبادة يمكن قضاؤها، ومن المعلوم أن المقصود منها التوسعة على الفقراء، وإن كانت التوسعة على الفقراء في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، لكن مقصود التوسعة عليهم في ذلك اليوم وفيما بعده. فأرجو أن يكون إخراجها أسلم من القول بأنه قد فات وقتها فلا تخرج. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يشير إلى قضية تحصل في المطاعم، وخاصة في شهر رمضان، حينما تصنع بعض يقول رقائق وينتج عن ذلك يعني استهلاك كمية كبيرة من الدقيق التي لا يستفاد منها، وهي بواقي وترمى ولا يستفاد منها. ما أدري، أنا أخشى أن الأخ محمد قد بالغ، لأنه قال في حدود 60% أو كذا. نعم. فما أظن أن الذي يرمى بهذا القدر، لكن النعمة يتعين احترامها،
ولا يجوز الاستهانة بها والاستخفاف بها بأي وجه من الوجوه. ومثل هذه الأشياء يستحسن أن تجمع وأن تترك للأشخاص الذين لديهم بهائم ليقوموا بإعلافها، فالنعمة تحترم ولا تجعل عرضة لأن توطأ بالأقدام. بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤاله الآخر يقول: حكم الراتب التقاعدي، خاصة أنه قد يخصم على الإنسان أكثر مما يعطى أو كذلك يعطى أقل مما يخصم منه. ليس في ذلك بأس، ومن المعلوم أن الإنسان دخل مع الدولة على هذا العقد وأنها تحسم جزءا من راتبه، ثم من المعلوم أن الدولة منحة منها تضيف مثل ما أخذته من الشخص، فليس في ذلك بأس. ويبدو أنه أشكل عليه أنه يؤخذ من الإنسان مبلغ ثم يعطى أكثر منه، فكأنه فهم أنه ضرب من أضرب الربا، وليس كذلك. ويعاد إليه في الغالب ما أخذ منه ويضاف إليه منحة من الدولة. نعم أحيانا لا يعاد إليه شيء، وبخاصة إذا توفي ولم يترك ورثة يستحقون التقاعد، هذا تنظيم وضعته الدولة ودخل الإنسان على بينة فلا يظهر أن فيه بأس. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أبي نايف يقول: رسالة بعث بها، يقول: حضرت من العمل قبل صلاة العصر ونمت وصحوت حين صلاة المغرب سوف تقام، فهل أذهب أصلي المغرب وأرجع أصلي العصر أم ماذا علي؟ يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب، فإن جاء والصلاة مقامة للمغرب فإنه يدخل معهم بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الرابعة، ثم بعد ذلك يقضي صلاة المغرب مراعاة للترتيب، ولا يضر اختلاف نية الإمام عن نية المأموم حتى ولو كانت صورة الصلاة مختلفة، لأن المغرب ثلاثية والعصر رباعية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك مع الأخت ريم من السعودية. السلام عليكم. مرحبا ريم. أختي ريم السلام عليكم. معنا ريم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. أبقى أسأل الشيخ: هل يجوز صيام الست يوم الجمعة؟ هل يجوز صيام الست يوم الجمعة؟ يوم الجمعة؟ إيه. طيب، شكرا جزيلا لك. هنا سؤال معالي الشيخ بعث به الأخ الكريم أحمد الفريان، يقول أو طلب هو من معاليكم بتذكير الناس بضرورة إخلاص النية قبل بداية هذا العام الدراسي، وإخلاص النية في طلب الإنسان للعلم، وأن لا يكون قصده من هذا الطلب وتلقي هذا العلم أمور الدنيا. من المعلوم أن طلب العلم هو عبادة في حد ذاته متى أخلص الإنسان نيته، ونعلم جميعا أن العلم من أهم الوسائل التي ترتقي بها الشعوب. صحيح. وما تقدمت أمم في هذا العصر في مختلف المجالات إلا لأنها جعلت العلم مركبها ووسيلتها، والذين أنزلوا العلم منزلته وقدروه قدره بلغوا ما بلغوا من التقدم العلمي في مختلف المجالات النظرية والتجريبية، والمسلمون هم في أمس الحاجة إلى أن ينهجوا هذا المنهج وأن يسلكوا هذا السبيل، ودينهم يحثهم على ذلك. ولا أدل على هذا من أن أول آية نزلت على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه تأمره بالعلم والتعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العلماء على غيرهم، حتى أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهو لم يقارن بين العالم والجاهل، وإنما قارن بين العالم والعابد، والعابد له منزلة رفيعة. ومع ذلك فالفرق بين العالم والعابد فرق كبير كالفرق بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين أدنى الناس. ومن ثم علينا أن نهتم بجانب العلم
والتعلم، وبخاصة أننا على وشك بدء العام الدراسي، وأن نبين لأولادنا من البنين والبنات أن العلم عبادة في المقام الأول، وأن الإنسان عليه أن يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. نعم، لا ينسى أموره الدنيوية، لأن الناس بشر والكمال لله عز وجل، وليس عيبا أن يقيم الإنسان وزنا لحاجاته الدنيوية كطلب وظيفة أو غيرها، ولكن عليه ألا تكون هذه هي نيته. الله عز وجل يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن في أمس الحاجة إلى أن نهتم بالعلم، وأن نسابق غيرنا، وأن نبتدئ من حيث انتهى الآخرون لا من حيث ابتدأوا. وليس عيبا أن نستفيد مما عند الآخرين، فالحضارات يبنى بعضها على بعض، والناس يستفيدون من بعضهم، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها من حيث وجدها. المؤسف أننا الآن نتلقى ونستهلك، صحيح. بينما غيرنا يصنع ويخترع وينمي ويسابق في هذه المجالات، فجدير بنا أن نسابق فيها. والعلوم كلها فيها فضل كثير. نعم، العلم الشرعي في المقدمة، لكن سائر العلوم من طب وهندسة واقتصاد وغيرها هي علوم يثاب فاعلها متى أخلص النية وأراد بذلك وجه الله والدار الآخرة وتقدم أمته، وإن كان أراد بعد ذلك نفعه الخاص. فليس هناك تضاد بين إرادة الدار الآخرة وإرادة النفع الدنيوي، فممكن الجمع بين الأمرين. ولا شك أن السؤال الذي سأله السائل في محله، ولولا أن المقام يضيق عن البسط والتفصيل لفصلنا فيما نظن أن الحاجة تدعو إليه، لكن خير الكلام ما قل ودل. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت ريم تقول: هل يجوز صيام الست إذا وافق يوم جمعة؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع. هذا إذا قصد صيام اليوم لذاته، لكن الذي يصومه كقضاء، أو يصومه لأنه يوم عرفة، أو يصومه لأنه يوم عاشوراء، أو يصومه لأنه من الست، فلا يظهر في ذلك بأس. وإن كان الأولى إذا صام يوم الجمعة، فحتى وإن كان في الست يصوم قبله يوم الخميس أو بعده يوم السبت. بارك الله فيكم. أحمد العبد الجبار يقول: إذا كنت مسافر ومررت على أحد المساجد والإمام في الركعة الثالثة، هل أصلي معه وأسلم أم أكمل الأربع؟ صلي معه، ولكن أكمل أربع، لأن هذا متم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويخطئ الذين إذا اتموا بمقيم وهم مسافرون يصلون ركعتين، سواء ابتدأوا من أول الصلاة فيصلون ركعتين ثم يسلمون، أو جاءوا وقد صلى الإمام ركعتين فيصلون ركعتين. هؤلاء مخطئون، لأنهم إذا اقتدوا بمتم أتموا. ومثل ذلك لو جاءوا والإمام مسافر لكنه يصلي صلاة المغرب، وهم قد صلوا صلاة المغرب ويريدون أن يصلوا صلاة العشاء، فإن عليهم أن يتموا العشاء أربعا، لأن هذه الصلاة التي يصليها الإمام وإن كان الإمام مسافرا هي صلاة متمة، ومن ثم عليهم أن يتموا صلاتهم فيصلوا أربعة. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. في آخر سؤال هنا يقول: حكم القصر الصلاة وجمعها من الرياض إلى الخارج؟ هو ينظر دائما إلى نهاية المدينة التي انطلق الإنسان منها وبداية المدينة التي ذهب إليها. نعم. وعلى القول بتقدير مسافة القصر ب80 كيلو، نعم. إذا كانت المسافة فيما بين نهاية مدينة الرياض وبداية مدينة الخرج دون 80 فلا يترخص برخص السفر، لا بالقصر ولا بالجمع ولا بالفطر. وإن كانت المسافة أكثر فإنه يترخص بذلك. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا. صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء، ونسأله أن يجزيكم وأن يجزي المشاهدين والمشاهدات
خيرا وأن يتقبل منا ومنهم خالص الأعمال. اللهم آمين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، واستودعكم الله. أذكركم بحلقة يوم الأحد إن شاء الله تعالى بين صلاة المغرب والعشاء، وضيفها فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.